السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم البنات. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم وصفة قديمة بزاف بزاف. هي وصفة حلوة، ربي يحل اياماتنا واياماتكم كامل يا رب العالمين. شوفوا البنات، اليوم جبت لكم احنا في المنطقة تاعنا نقولوا لها صباع العروس، وكل واحد في المنطقة تاعو كيفاه يسميوها. كاينين اللي يقولوا لها المخارق، كاينين اللي يقولها زلابية الى اخره. المهم تعددت التسميات وهي حاجة وحدة. اليوم حبيت نجربها معاكم. جبت لكم الوصفة. نبداو اولا بالعسل. العسل عندي كاس تاع السكر، نحيت منه النص، درته في المرحله الاولى هكا باش يتكرمل ويعطي لي اللون هذاك المليح تاع العسل، ونخليه على نار هادئه حتى يذوب لي شويه ويكسب اللون اللي راني حاباته. ومن بعد نكمل الكميه تاع السكر اللي كانت عندي ونزيد كاس تاع الماء. يعني العسل تاعنا تاع اليوم هو المقدار تاعو كاس تاع السكر وكاس تاع الماء. وانما السكر درتو على زوج مراحل. المرحله الاولى اللي درت فيها نص كاس باش يتكرمل، ومن بعد ضفت نص الكاس الثاني، ونديرو كاس تاع الماء. هو ماهوش معمر بزاف كيما السكر، ونديرو هكا يذوب مع بعضاهم. شوفوا حبيباتي، حتى يذوب لي هذاك السكر اللي درته المرحله الاولى كيما هذا. المرحله اللي راكم تشوفوا فيها حبيباتي. عندي مكون سري في العسل تاعنا تاع اليوم، صدقوني راح يجي عسل ولا اروع. انا عندي زوج طرق. هذه الطريقه اللي قاعد كنت مزروبه، درتو هكا، ضفت الماء والسكر في المرحله الثانيه مع بعضهم. وعندي طريقه واحده اخرى اذا كانت تحبوها نديرها لكم. شوفوا هنا قلت لكم ضفت المكون السري اللي هو الشب. قيس حبه تاع الحمص صغيره، ما تديروش بزاف الشب، وهذا راح يخليه ما كما نقولوا حنا ما يبسلكمش العسل تاعكم حتى ولو طول وما يفزدش. ونروحوا دركا المقادير تاع العجينه تاعنا. عندي كاس تاع الفارينه مع كاس تاع سميد متوسط، ونضيفوا مغرف صغيره معمره خميره كيميائيه، ونص مغرف تاع الملح كما راكم تشوفوا حبيباتي، ومغرف كبيره تاع الخميره، ومغرف كبيره تاع السكر. هذو هما النواشف اللي راح نديروهم في الزلابيه تاعنا تاع اليوم ولا صباع العروس. نحركوا هذه المكونات الناشفه مع بعضهم حتى يندمجوا. هذيك الساعه نزيدوا السوائل اللي هما قل من ربع كاس تاع الزيت. نديرو الزيت تاعنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، ونروح نطلع على العسل تاعنا. في هذه المرحله راح نطفي عليه ونخليه يبرد في عقله. لازم الزلابيه تاعكم كي طيب يكون العسل تاعكم بارد تماما. من الافضل ديروا العسل الصباح وطيبوا الحلوه تاعكم العشيه باش تضمنوا باللي العسل تاعكم يكون بارد وما تتعجن لكمش الزلابيه تاعكم ولا صباع العروس. مباشرة نروحو نكملوا العجينة تاعنا. ندخلوا الزيت هذيك مليح مليح في الدقيق كما راكم تشوفوا حبيباتي بهذه الطريقة. ومن بعد نجيبوا الماء عندي كاس تاع الماء يكون بارد، يعني عادي ماهوش سخون وماهوش دافي، من الحنفية كيما راكم تشوفوا حبيباتي. وندخلوا الماء نتاعنا بالتدريج. صدقوني اخواتي، انا نحب الحوايج هذو نديرهم في الدار خير ما تروحي تشريهم من برا، خاصه الحوايج هذو المقليين. ما على بالكمش نتوما كيفاه راهم يخدموا، والزيت هذيك اسكو يبدلوها ولا ما يبدلوهاش. من الافضل تجربي الوصفات هذو، جربي بكميه قليله برك في الدار، ومن بعد كي تصلح لك الوصفه ديري كميات كبيره. ومن الافضل توكلي ولادك من الحاجه تاع يدك انتيا خير من الحاجه تاع البرا، وكل واحد ورايو وخلاص. المهم هذا الوصفه سهله، حبيت نجربها معاكم حبيباتي بما انه رمضان راهو قريب، وعلى بالنا احنا الجزائريين يشتيو بزاف بزاف
الحوايج هذو الحلوين والمسلين في السهرات الرمضانية. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. ونرجعوا للوصفة تاعنا بعد ما كملنا. درنا الماء وما عجنتهاش بزاف، حوالي دقيقة برك، خليتها 20 دقيقة. ما نحتاجهاش هنا تخمر، نحتاجها ترتاح برك. نغطيها بالساشي ومن بعد نرجعوا للعجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، ونديروا كويرات على حسب الحجم تاع المخارق تاعك ولا الزلابيه تاعك كما تحبيها. انا درتها ماهيش كبيره بزاف وفي نفس الوقت ماهيش صغيره. من الافضل ديريها بحجم متوسط باش ما تتعجنلكش وما تجيكش معجنه كي تقليها هكا. هذه هي الطريقه تاع التشكيل حبيباتي. حاولي ديريها حربوش صغير ومن بعد حطيها وثقبيها 3 ثقبات هكا بصبعك برك، ومن بعد قلبيها وعاودي عاودي كيما نقولوا حنا هذوك الثقبات عاودي عدليه مليح باش تجيك كيما الجهه الفوقانيه كيما الجهه التحتانيه. ولا غير ساعات يا خواتاتي غير كيما نقولوا حنا تشوفي بالعين خير ما الواحد يشرح لك بالكلمات يعني. هذه هي الطريقة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. راني درت لكم 2 حبات باش تقدروا تخدموا عليها يعني. ودركا نروحوا نقليوهم مباشرة، انا ما خليتهمش خلاص ارتاحوا. كي كنت نشكل في الحبات الاولى كنت درت الزيت تسخن، ومن الافضل ما ديريهاش على نار قويه باش ما طيبلكش من الفوق والداخل تقعد لك معجنه. هذو تفاصيل صغيره ومراحل لازم ما تفوتيهاش باش تنجح لك الوصفه وما تجيكش الوصفه تاعك ما هيش ناجحه يعني ومن بعد ما تعجبكش. نكمل نشكل الحبات تاعي بما انه هذوك راهم يتقلاو في نفس الوقت ما ونحركهم هكا كيما راكم تشوفوا حبيباتي. نقلبهم نحاول نطيبهم مليح حتى ياخذوا لي اللون هذاك الاحمر الباهي، ومن بعد نحيهم ونديرهم مباشره في العسل. هذا هو العسل تاعي بعد ما كان برد. من الافضل حبيباتي العسل تاعكم كما قلت لكم قبيل لازم يكون بارد. اذا كان درتيه دافي ولا سخون مع الحلوه تاعك تكون سخونه 200% راح تخرج لك معجنه. وهنا بعد ما تطيب الحلوه نتاعي نديرها مباشره في العسل. شوفي حبيبتي اذا كانت تحبي الحلوه تاعك تكون معسله حتى للقلب خليها تطول شويه في العسل، واذا كانت تحبيها تتعسل لك شويه برك من الفوق ومن الداخل تقعد لك باش ما تجيكش حلوه بزاف ديريهم هكا برك 2 ثواني ولا 3 منا و2 ثواني ولا 3 على الجهه الاخرى ونحيها. وكل واحد والذوق تاعو، كاين اللي يشتي الحلاوه بزاف وكاين اللي ما يشتيش الحلوه بزاف ولا الحاجه تكون حلوه بزاف. انا نحبها تكون معتدله، ما شتيش الحاجه تكون حلوه بزاف لكن منين ذاك لازم يذوق العبد شويه حوايج هكا حلوين. لكن من الافضل ما يكثرش منهم. بهذا الكميه اللي عطيتها لك، الكاس هذا تاع السكر والكاس تاع الدقيق والكاس تاع الفارينه راح تجيك حوالي 20 الى 22 حبه. ما هيش كبيره بزاف وما هيش صغيره بزاف. هذه نضمن لك باللي راح تاكليها على 2 ولا 3 وقادر حتى تطول لك. هذه هي الحلوة تاعنا بعد ما طابت وبعد ما عسلناها. شوفوا حبيباتي كيفاه خرجت، جات تشهي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها حبيباتي بما انه رمضان راهو على الابواب. ان شاء الله نصوموا بالصحة والهنا وان شاء الله يدخل علينا بالافراح يا رب العالمين. وان شاء الله ربي يفرج على كل مغبون. وانتظروني في وصفات اخرى تقليدية والى اللقاء.